السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا حبايبي، دي صينيه بطاطس من غير لحمه ولا فراخ، يعني ارداحي. طبعا احنا في اخر الشهر طبعا بنقضيها، اغلبيه الستات بتعمل كده، يعني بتمشي امورها. بصوا انا عملتها ازاي. انا قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين كده، حجم وسط. تمام. وحطيت عليها قرن فلفل شطه حراق، لو انت مش حباه ما تحطيش. وبشرت بطاطس عشان احنا مش بنحب البطاطس باينه في قصدي بصل، عشان احنا مش بنحب البصل باين، ما بنحبش ناكله كده. واحط عليه صلصه. او انتي اضربي طماطم في الخلاط، انا برضو بعملها مش صلصه زياده، يبقى طعمها صلصتها خفيفه بتبقى احلى. بص بقى، حركه حلوه جدا يا جماعه. انا طبعا عشان ماسكه الموبايل بايد، هتمسكي كده البصلايه وتفضلي تفركي فيها جامد كده، بتطلعي ريحه البصلايه في الاكل. وحطيت مكعب مرق، لان انا طبعا هعملها من غير ولا لحمه ولا فراخ. جربيها والله مش هتندمي. وهفتح عليها دلوقتي الطماطم، هحط منها هنا وهتغلي غلوه. احط اخرط فص توم عليها. وبعد كده اللهم صل على النبي، هحط كوبايه ميه، بس بعد ما الطماطم تغلي على النار هحط عليها كوبايه ميه، وامشي معايا الخطوات والله هتبقى زي العسل. وهاجي دلوقتي، بص يا حبايبي كده، انا عشان تبقى خفيفه معايا هحط لها شويه زيت من على الوش، عشان بس يديها تحميره اما اجي ادخلها الفرن. بسم الله كده، شويه زيت مش كتير يعني. اهو كده. بس هحطها على النار تغلي معايا. اهو يا بنات كده حطيتها على النار، وهغطي عليها تدي معايا بس غلوه. بس هحط لها شويه ميه صغيرين لغايه لما الطماطم دي كده تسيح. كده اهو، بسم الله. حبه ميه صغيرين كده بس عشان يساعدوا ان البطاطس ما تلزقش في القعر. دي اخف صينيه بطاطس والله، وطعمها خطير يا بنات، جربوها مش هتندموا. بس اهم حاجه حقيقه الحاجه حلوه، يعني حطي شويه بهارات، شويه حطيت صح شويه فلفل اسمر، شويه بهارات. اهو بسم الله ما شاء الله، والله العظيم هتبقى زي العسل ان شاء الله. جنبها شويه رز بشعريه، وممكن تقضي اليوم. كل حاجه بتكلف وكل حاجه غاليه، فنحاول نمشي امورنا على قد امكانياتنا. اهو يا بنات كده، هي شايفين ما شاء الله غلي وبقت زي العسل اهو. هزودها بقى يعني كوبايه ميه كده عشان تتغمس مع الرز. اهو كده زودتها، واغطي عليها واسيبها مع نفسها على نار هاديه. اللهم بارك. زي العسل والله العظيم، يعني مش شرط لحمه او فراخ. انا بس يعني انا طالعه لكم بالفيديو ده، اكيد الناس كلها عارفه تعمل صينيه البطاطس. انا ليا فيها تريكات كده. بس انا قصدي يعني مثلا يعني في اخر ايام في الشهر، يعني مشي حالك، يعني ما تحاوليش تقفي كل حاجه زي ما انت شايفه. الاسعار غاليه واليوم بيكلف جدا. حتى لو ما كلفتيش حاجه بتلاقيكي صرفتي كتير قوي. فيعني بنمشيها شويه بطاطس مع شويه طماطم مع كده وتمشي اليوم. وعملت رز بشعريه مفلفل، والله يا بنات انا عاملاه قبل كده تحفه ما شاء الله، ولا معجن ولا حاجه. بمعيار مظبوط. اهم حاجه ما تزوديش الميه بس في الرز، يعني عشان ما يبقاش معجن كده ومش حلو. معاكي مفلفل والحاجه تفتح النفس. اهو شايفين كده خلاص، هي 3/4 سوا. هدخليها بقى ادخلها الفرن وشغلي لها الشوايه. هتطلع وشها معاكي جميل كده ومحمر. انا هوريكي في النهايه. يا ريت بقى تدعموا القناه باللايك والاشتراك اذا عجبكم، او ديسلايك لو مش عاجبكم. هي في ناس مش بيعجبها المحتوى البسيط. بس يعني زي ما في مثلا اكلات كده، هتلاقي عندها قناه اكلات تانية برضو يعني مختلفه، وفي وصفات وفي حاجات كتير. بالله عليكم ما تنسوا اللايك ودعموا القناه. ويا ريت تشيروا الفيديوهات يعني عشان القناه تتعرف. وانتظروا بقى معايا الشكل النهائي لصينيه البطاطس بعد ما ادخلها الفرن. يا بنات بسم الله ما شاء الله، الرز ده عامل ازاي؟ مفلفل وزي العسل اهو، ومش لازق في بعض ولا حاجه. شايفين الرز عامله ازاي؟ زي العسل. يعني انا قصدي اقول لكم مش لازم لحمه وفراخ عشان يعني تاكلوا وتشبعوا، لا. ممكن لو عملتي اكله زي دي بسم الله ما شاء الله هتغدي اسره، يعني مش حاجه وحشه. الحمد لله، فضل ونعمه، غيرنا مش لاقيها. اهو يا بنات الرز ده انا عاملاه على القناه، جميل اهو ما شاء الله. شايفين؟ شايفين يا بنات؟ اللهم بارك. اهي طالعه زي العسل، وشها محمر وتحفه. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي تسلم ايديك يا ام جنى. مم.
يا ريت بقى لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان كل لما انزل حاجه توصل لكم. ويا ريت لما تيجي تدخليها الفرن تحاولي توصليها للقرمشه دي كده. اعملي بقى جنبها اي حاجه زي ما انت عايزه، مخلل بقى، سلطه، اللي يعجبك.